لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى انت مهما كادوا لك فعندك حاجتين اتنين: اصبر على عداوتهم، واصبر على شرهم، واصبر على شماتتهم وفرحهم في المصائب. سيئة يفرحوا بها وانت. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جمعه مباركه عليكم. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي. حبيت النهارده اشارككم معايا يوم الجمعه. صحيت من النوم على طول، صليت، غيرت هدومي عشان البس يعني للتصوير وكده، عملت كوبايه قهوه، قعدت قرات قران شويه. انتوا عارفين فضل قراءه سوره كمان الكهف وياسين. طبعا بقى عشان انا بقعد في اليوم ده بقرا قران على روح بابا وعلى روح يزن ابني الله يرحمه. وقلت اصور معاكم. انا كان عندي بصراحه ما عنديش اي حاجه في الثلاجه، بس عندي 4 حمامات كده صغيرين، قلت خليني اعملهم على طريقه بقى حجوجه اختراع يا كوتش. والله العظيم انا دايما اقول لكم انا الباميه في حاجات كتيره بعملها احسن من اللي هي حجوجه بتباعها في المطعم يعني. بس بجد 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 عجبتني النهارده الفكره. انا عملت الحشو الحمام بطريقتي دي، طريقتي العاديه، بس ان انا احمره في لبن بفلفل اسود زي حجوجه، ادت لها فعلا لون مختلف. انا كنت اشوف اقول لبن ايه ده، احنا طول عمرنا بنعمل الحمام كده وبيطلع لونه حلو. بجد بجد يا بنات فرقت كتيره. هعمل معاكم الحشو وهتكلم معاكم في حاجه سريعه كده على طول. ازاي ناخد حقنا من اللي ظلمنا، ازاي ناخد حقنا من مثلا حد اتكلم عننا بسوء، حد بيذمنا، حد بيتكلم في عرضنا، واحده مش عايزاكي تكوني متجوزه جوازه حلوه. ها انتوا عارفين انا بتكلم بقى الكلام ده مش للمتابعين. واحده مثلا كون ربنا كرمها ومتضايقين ومتغاظين عشان يعني مثلا واحده بنتها ما اتجوزتش الجوازه دي، بنتها ربنا ما كرمهاش كده، اتجوزت واحد صايع ضايع، فاهمين؟ فازاي مثلا التانية قدامها هي مرتاحه، هي مبسوطه، هي عايشه مبسوطه في حياتها وربنا رازقها. نعمل ايه بقى في كل الحقوديين دولت؟ تعالوا اقول لكم نعمل حشوه الحمام بس ازاي، عشان هي مهمه جدا. ونكمل لكم الموضوع عن ام صرم. الفيديو النهارده برعايه ام صرم. حطينا شويه زيت ومعلقه سمنه بلدي كده، وحطينا كمان شويه الكبد والقوانص بتاعه الحمام، قطعناها مكعبات، ونزلنا وفصين حبهان وورق لورا ومستكه. تقلبي الكلام ده كله، بصوا الريحه بقى في حته تانية. وبعد كده بقى يا بنات نفضل نشوح نروح نازلين عليها بنص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه قرفه، شويه من السبع بهارات، مع بقى طبعا الحبهان اللي احنا حطيناه ورق اللورا والمستكه. والله العظيم اجمل حشوه ممكن تجربيها. انا الحشوه بتاعتي زي ما هي يعني، دي طريقتي انا، بس ضفت بتاعت حجوجه انها بتحمره في اللبن، بتنزله كده في اللبن بشويه ملح وفلفل اسود وتحمره. بجد لونه فرق في طعم الحمام ده. والله العظيم يا بنات في حته تانية خالص، بجد انا ما شبعتش منه. نزلت بمكعبين مرقه خضار، وبقى البصلايه كنت ضربتها في الكبه، هننزل بيها نشوحها برده مع الكبد والقوانص، وبنعمل كوبايه رز للاربع حمامات. بصي انت بتاخدي شويه كده بكف ايدك للحمامه الواحده، تمام؟ هو خلوا بالكم الحمام مش شطارته انه يكون رز مليان، هي الحشوه تلعبي ازاي يكونش فيه بهارات كتيره وفي نفس الوقت مسكر، فاهمين؟ نزلت بالرز شوحته، وبعد كده نجيب ميه من الكاتل، نحط شويه صغيرين كده عشان انتوا عارفين هو هيكمل سوا بقى لما في الحشوه، يعني ما بيتهريش الرز، بيبقى مفلفل كده وطعمه حلو. المهم بقى يا بنات تعملي ايه؟ بصوا انا في يعني مثلا ايه، مثلا سي كده واحده قالت لي ده حد بيتكلم عنك، عماله تتكلم عنك وبتقول عن كلام عنك ومش عارفه ايه. وفعلا الايام دي كده في واحده كده هاريه نفسها مش عارفه هتموت، عماله تتكلم عني والكلام عمال وصلني. طبعا هي بتسمع الفيديو دلوقتي والكلام وصلني، فانا اعمل ايه؟ مش هعمل اي حاجه، ولا مثلا ان انا اقعد اتكلم واشتم بتاع، اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، تشوفيه في الدنيا وتشوفيه في الاخره. بس وانت بتصلي قولي حسبي الله ونعم الوكيل. قسما بالله بتقلب كلمه حسبي الله ونعم الوكيل دي. بصوا لو هي في 7 سما ربنا هينزلها في 7 ارض. انتوا فاهمين يا بنات؟ بصوا الميه بتاعه الحمام حطيت فيها ورق لورا وحبهان ومستكه وجزر وطماطم وبصل، وبتحطي فلفل اسود حصى. بصوا ده كله منكهات عطريه بتخلي الحمامه مسكره، تمام يا بنات؟ فاحنا نقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وكفى بالله وكيلا. ودعوه المظلوم لا ترد، يعني انتوا فاهمين؟ ليس بينها وبين الله حجاب. فانا عايزه اقول لكم ان انا يعني في اكتر من حد كده دعيت عليه، قسما بالله العلي العظيم يعني حالهم ما يعلم بيه الا ربنا.
ليه؟ لان في ظلم. يعني لما انت بتدعي وانت قلبك وجعك، والله العظيم ربنا لا يريح قلبك. ولما تلاقوا ربنا بيجيب لكم حقكم، ما تزعلوش، افرحوا. انتوا فاهمين؟ انتوا افرحوا. احنا بنقول اللهم لا شماتة، بس احنا بنبقى من جوه فرحانين. فعايزه اقول لكم ربنا يا رب يبعد عنكم وعني وعن اخواتي وعن امي وعن جوزي كل واحدة عينيها وحشة، كل واحدة بتبص في رزق واحدة، كل واحدة مش مكفيها هي عندها ايه وهتتجن من اللي حواليها. انت ربنا عشان هو مش راضي عنك مسلط عليكي نفسك، وده اكبر بلاء يا بنات، ده اكبر بلاء ان ربنا يشغلك في نفسك. ده بلاء من عند ربنا. يعني ربنا يكفينا يا رب، ربنا يكفينا ويبعدنا عن الناس كلها. والله العظيم الواحد بقى خلاص مش طايق يتعامل مع اي بني ادم، والله العظيم. بصوا يا بنات، انا حطيت اللبن وحطيت عليه ملح وفلفل اسود، شايفين لونه؟ عايزاكم تجربوه، وعايزاكم تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يظلمنا. النهارده يوم الجمعه، صلوا وادعوا كتير باي امنيه انتوا عايزينها، سواء حد ظلمكم، سواء انت نفسك في حاجه، صلي وادعي، والله العظيم ربنا بيستجيب، والله العظيم ربنا بيستجيب على النوايا. وده كان فيديو النهارده يا بنات، وبحبكم جدا في الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.